في شمال ناميبيا في صحراء درجة حرارتها بتوصل ل 50 درجة في الظل. عاش قبيلة الهمبا اللي عمرها 500 سنة ومصرين يعيشوا بنفس الأسلوب من غير أي تغيير. عدد سكانهم 50 ألف بس، لكن ثقافتهم عمرها أطول من تاريخ دول كتير. هم مشهورين بالألوان الحمراء اللي بتغطي أجسادهم وشعرهم، واللي بيصنعوها من تراب الصحراء ودهون الحيوانات. بيقولوا إن اللون ده بيحميهم من الشمس وبيقضي على الجراثيم، وبرضه بيخليهم موهوبين وسط القبائل التانية. حياتهم قائمة على تربية المواشي، واللي بيعتبروا البقر العملة الرسمية ليهم. وعندهم الراجل اللي معاه 100 بقرة بيكون أشطر واحد في القبيلة. الهمبا هاجروا من أثيوبيا لناميبيا في القرن 16 بعد ما اضطهدوا في حروب قبائلية، واختاروا صحراء كوكيلاند عشان محدش يقدر يعيش فيها، وهم الوحيدين اللي يقدروا يتأقلموا مع الجفاف والحر والحيوانات المفترسة. لغتهم لغة غريبة كده ومش مفهومة، وفيها بعض الكلمات الأجنبية. يعني لو حبيت تقول حد موبايل أو إنترنت محدش هيفهمك أصلا. دول أصلا ممنوعين في ثقافتهم، وبيستخدموا إشارات وطبول للتواصل بدل الكلام العادي. الزواج عند الهمبا مختلف خالص عن أي حتة في العالم. الست عندها الحق في تجربة العريس لمدة سنة كاملة قبل ما توافق عليه، ولو مش عاجبها تقدر ترفضه من غير ما تدفع ولا جنيه. والعجيب إن الراجل بيسمح للضيف يقضي ليلة مع مراته كنوع من إكرام الضيافة، لكن العادة دي بتنطبق دلوقتي في القرى النائية بس، بسبب ضغوط المنظمات الحقوقية. الستات كمان عندهم حق التجوز من أكتر من راجل، لكن العيال بينتسبوا للزوج الأول. ستات الهمبا عندهم روتين جماعي مستحيل تتخيله. بيخلطوا التراب الأحمر مع دهون الحيوانات والبخور، وبيحطوا خليط على شعرهم وجلدهم عشان يبقى لامع ومحمي من الشمس. الشعر بيتضفر على شكل كور معقدة، كل كورة بتعبر عن حالة اجتماعية خاصة. لو عذراء بيكون عندها 4 كور على الجانبين، ولو متجوزة بيكون عندها كورة مغطاة على وشها، ولو أرملة بتكون الكورة على شعرها ومكشوفة من غير ألوان حمراء. الراجل كمان بيحط لون أحمر، لكن الشعر بيكون قصير جدا. الثروات عند الهمبا بتتقاس بعدد المواشي. الراجل اللي معاه 100 بقرة بيكون إيلون ماسك هناك، يعني عند القبيلة كده. واللي معاه أقل من 10 بقرات بيكون فقير، والبقر الواحدة بتساوي 500 دولار، وبيعملوا بيها مهور وزواج وصلح ما بين القبائل. صحراء كوكيلاند ما بتشربش مطر من 5 سنين، و75% من مواشيهم ماتت من الجوع والعطش. وحكومة ناميبيا قالت لهم هاجروا المدن حديثا، لكن هم رافضين يتركوا أرض أجدادهم. ستات الهمة بيلبسوا تنورة من جلد الماعز وعقد من أعظم الحيوان، واللي بيلبس حاجة تانية بيتقال عليه خاين للثقافة. والرجالة بيلبسوا لونجة من جلد البقر، واللي بيلبس بنطلون بيتعاقب وبيطرد من القبيلة أصلا. والأطفال، مفيش مدارس نظامية عند الهمبا. الأطفال بيتعلموا من الأهل والأولاد، بيتعلموا الصيد وتربية المواشي من سن 5 سنين. والبنات بيتعلموا الصناعة المحلية وتربية الأطفال. 10% من الشباب بيعرفوا يقروا ويكتبوا، والباقي بيقول العلم هيخلي أولادنا يهاجروا لمدن حديثة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم.